انت قاعد في الامارات وبتدور على وظيفه، نفسك تشتري سياره انت كان نفسك تشتريها، نفسي ان ربنا يعلي قدرك في الوظيفه ويرقيك في الوظيفه اللي انت موجود فيها، نفسك تشتري بيت. اقول لك انا هتعمل ايه؟ العشر الاواخر من رمضان لو انتظمت فيهم في الصلاه وصليت التراويح وقيام الليل وقيام الليل وقيام الليل وصلاه الفجر، والله العظيم هتاخد مكافأة من ربنا سبحانه وتعالى بعد شهر رمضان ممكن يكونوا أكبر من اللي أنا قلته لك ده. بقول لك مكافأة من عند ربنا. عارف يعني إيه من عند ربنا؟ يعني مش بقول لك مكافأة من المدير بتاعك، ولا بقول لك مكافأة من فلان الفلاني، ولا مين هيدي لك هدية. لا، ده مكافأة من عند ربنا سبحانه وتعالى. فوالله العظيم والله العظيم على مسؤوليتي الشخصية، لو انت انتظمت في العشرة الأواخر من رمضان وليلة القدر كانت من نصيبك، صدقني أقسم بالله العظيم إن ربنا هيدي لك هدية لا تتخيلها. والله لا تتخيلها، هيحقق لك اللي انت نفسك فيه. صلي وادعي له. والدعوة الدعوة في ليلة القدر يا جماعة مستجابة. الدعوة في ليلة القدر خلاص في الصواب على طول. فانت والله العظيم قاعد في الامارات، قاعد في اي دوله، نفسك تشتغل في اي مكان في العالم، نفسك ربنا يحقق لك اللي بتتمناه، العشر الاواخر من رمضان هيضيعوا منك. والله العظيم هيضيعوا منك، ونص عمرك هيفوت وعمرك كله هيفوته. ويا عالم تلحق رمضان الجاي ولا لا. فالعشر الاواخر من رمضان هيحققوا لك اللي انت بتتمناه. سلام.